شجع منتج بلدك بسرعة. وبعد انتظار هنبدأ بسبيروس بيست. كنت هموت واجيبه بيرو بطيخ. الرحمن الرحيم. وجبت الطعم اناناس بس للاسف ما لقيتش بقيه الاطعمه. ان شاء الله هجيبها قريب واعمل فيديو برضو. في ناس كتير قالت لي وشكرت لي في طعم الاناناس اجمد طعم، فتيجوا نشوف بقى اجمد طعم ولا كده وكده. اوبا جمدان مع روقان دي. تكسب يا جماعه في المنتجات المصريه. دماغ ده. لو ما جربتوش سبيروس بيست دي، اول ما تجربوها هاتوا طعم الاناناس. مني ليكوا. دلوقتي هجرب 3 منتجات مصريه من الجيلاتي. سبيروس بات دبل دير. انا متحمس. يلا بينا نبدا باول حاجه الجيلاتي طبعا عشان ما تسحش مننا. وده اول نوع معانا اسمها فولكانو شوكولاته اهي. وده شكلها كانت عامله 5 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها ساحت. ساحت يا جماعه. لا الشوكولاته اللي من جوه جامده جدا. طعم الشوكولاته اللي من جوه رهيب قوي. لا جامده وسعرها الصراحه قليل. نبدا بتاني نوع ودي كان اسمها فانتاستيك. وده كان شكلها وكانت عامله 12 جنيه. الرحمن الرحيم. طبعا هي ساحت برضو يعني. اوبا هي الصراحه متعبيه بضمير قوي. تسهل. لا ما. طب ازاي؟ لا انكم بتاكلوا جلاتي ميه. لا ما عجبتنيش. ونبدا باخر واحده عشان ندخل على الجمادات. دي كان اسمها دبل شوكليت. منتج مصري طبيعي 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعه شكلها كده ايه؟ شكل مبشر. بس نشوف الطعم بقى مبشر ولا مش مبشر. زي الجيلاتي بتاعت اللي هي ايام جده وجدته. طعمها حلو قوي. لا الشوكولاته فيها مخدومه جدا حلوه قوي. جماعه والله تستاهل الضجه. وده كان اسمه دبل دي شعير بالكراميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش مطمن لان شامم ريحه كراميل عاديه. هل الطعم زيها ولا لا؟ بسم الله. بدايه مبشره برضو بالريحه. بسم الله. هي طعم كراميل بس المفروض الكراميل ما عملش منه مشروب خالص. مش حلو يعني. كده يبقى خلصنا المنتجات المصريه النهارده 2. لو عايزين بارت 3 قولوا لي منتجات مصريه في الكومنتات.